هاي عاملين ايه؟ انا بعمل النهارده صينيه بطاطس. اول حاجه قطعت البصل وفلفل حراق بس، وبشوحه زي ما انتوا شايفين كده، ولحد بقى ما يبقى لونه ذهبي معايا، يعني مستنيه بس يغمق اكتر كمان عشان احط البطاطس. هعمل كمان جنبها فراخ بالبصل حلوة قوي برضو. خليكم معايا عشان تشوفوها. طبعا اللي مش حابب فلفل ما يحطش، انا بحب السبايسي عشان كده بحط فلفل ده على طول. انا برضو بقلب البصل بتاع الفراخ. في ناس بتحب تعمل الفراخ في نفس الصينية بتاعة البطاطس، بس انا لا، يعني انا بحب يبقى كل حاجة كده لوحدها، البطاطس لوحدها والفراخ لوحدها برضو، عشان ايه؟ يبقى كل حاجة كده طعمها منفرد كده. بس عايزة اوريكم بس الدرجة اللي انا هوصل ليها. اوريكم البصل هيبقى لونه عامل ازاي. يعني هيغمق درجة كمان واروح حاطة البطاطس على طول بقى. بصوا كده، حطيت بقى البطاطس. شايفين البصل بقى لونه عامل ازاي؟ هو اول ما يوصل اللون ده بنزل البطاطس بقى على طول. شايفين اللون حلو ازاي معايا؟ بس اشوح البطاطس شويه، هحط لها بقى ملح وفلفل. ادي كده ملح، ادي كده فلفل. بصوا بقى، احط لها واحدة ماجي. تمام. بعدين كده خلاص بقى احط لها الميه وهوطي عليها النار واسيبها بقى ايه تستوي. بصوا كده انا حطيت لها الميه خلاص، يعني غطيتها بالميه وهسيبها بقى على نار هاديه تستوي واغطي عليها، وهجيلكوا بقى تاني لما تستوي. بصوا معايا كده البطاطس استوت. آه، فاضل بس الفراخ بقى، وهعمل رز بشعرية بس، وهغرف بقى الطبق وادوق معاكم. بصوا يا جماعة، انا بعمل بقى فراخ بالبصل. آه، قطعت بصل وفلفل حراق وشوحتهم لحد ما بقى لونهم ذهبي غامق كده، وحطيت بقى الفراخ عليهم. دلوقتي بقى احط التوابل.
معايا اول حاجه فلفل اسود، احنا بنحب نحط التوابل كتير شويه. اوكي، يعني هنا في البيت كله بيحب التوابل تبقى زياده في الاكل. بس وملح وهحط مكعب ماجي. تمام، وهحط كمان ورق لوري، ادي كده ورق لوري. تمام. طبعا انا بحب الفراخ بتاعتي تبقى قطع، بحيث ان انا اعرف انضفها يعني بحيث ان انا اعرف انضفها واسويها يعني تستوي مني كويس وكده. آه، طبعا بقى انتوا براحتكم يعني. بس هسيبها بقى لحد ما تتحمر شويه، وبعد كده هحط لها بقى الميه واسيبها تستوي. بصوا، انا حابه النهارده احط لها بصراحه بصل باودر وتوم باودر، بحيث ان هي تكون ايه، آه واخده طعم. يعني هي الطريقه اللي انا بعملها على طول مش بيبقى فيها بصل باودر ولا توم باودر، بس النهارده انا حابه ايه اعملها كده. برضو جربوها وقولوا لي رايكم. بس تمام كده، انا زودت البصل باودر والتوم باودر بس كده. هسيبها بقى وهرجع لكم لما اجي بقى احط الميه. كده حطيت الميه على الفراخ، هسيبها بقى تستوي على نار هاديه، ولما تستوي بقى هرجع لكم. بصوا كده الفراخ استوت معايا. هغرف بقى وادوق معاكم. انا كده بقى بعمل رز بشعريه. آه حطيت 3 مكعبات زبده، وحطيت شويه زيت. دلوقتي بقى احط الشعريه. تمام. هقعد بقى اقلب في الشعريه لحد ما لونها يحمر. بس هقلب فيها بقى لحد ما لونها يحمر، وهحط الرز واجيلكوا بقى. كده انا حطيت الرز. بصوا بقى الشعريه لونها حلو ازاي. انا طبعا كنت قلت لكم قبل كده ان يعني الشعريه انا مش بحب احمرها كتير، عشان في ماده بتطلع اسمها اكريلاميد.
لما بنحمر اي مادة نشوية كتير في مادة بتنتج كده اسمها الاكريلاميد، والمادة دي خطر. بس يستحسن ان الشعرية او مثلا او اي حاجة، اي مواد نشوية لما نيجي نحمرها، او مثلا بنحمر بطاطس او كده، ما توصلش لونها للبني يعني، او ما تتحرقش، عشان مادة الاكريلاميد دي ما تطلعش. بس بصوا انا كده بقى ايه بفلفل الرز. هحط له بقى ملح اهو، ادي كده يا رب معاكم. بحط بالويم، انتوا عارفيني. احط شوية ملح كمان. كده كمان. كده بقى هحط المية. انا كده معايا 3 كوبايات رز، حطيت لها كوباية شعرية. المفروض كوباية ونص شعرية، بس انا ما عنديش، ما كانش عندي، كان عندي اخر كوباية شعرية عندي بس. وهحط لها كده حوالي 6 كوبايات مية. تمام، يلا خليكم معايا بقى. بصوا كده بعد ما حطيت المية هي بتغلي بقى. ههدي النار وهسيبها بقى تستوي خالص براحتها على نار هادية. وانا كده بالظبط انا حاطه 6 كوبايات ميه يعني. انا حاطه 3 كوبايات رز و6 كوبايات ميه، يعني حوالي الكوبايه بتاخد كوبايه ونص ميه. يعني حوالي 6 كوبايات ميه. تمام، بس كده. سيبها بقى ايه على نار هاديه كده، وايه تستوي بقى وارجع لكم. بصوا كده بقى الرز استوى معايا. هغرف بقى طبق وهدوق معاكم. بصوا كده معايا بقى ده الطبق بتاعي، دوق معاكم. بسم الله. تحفة ولازم تجربوها.